مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذا أبرز عنوانها: خبر صادم لكافة المغاربة. قبل الخوض في تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لكي يصلكم دائما كل جديد. قناة أخبار مغربية، إليكم التفاصيل. أثارت اقتطاعات وصفت بالكبيرة وغير المبرر من أجور عدد من مهني الصحة العاملين بالمجموعة الصحية الترابية، خاصة بجهة طنجة طوان الحسيمة، حالة من الاحتقان داخل القطاع، وفتحت الباب أمام أزمة جديدة بين النقابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وأفادت مصادر نقابية بأن الموظفين تفاجأوا بتعديلات مالية مهمة في رواتبهم الشهرية دون إشعار مسبق أو توضيحات رسمية، ما دفع الهيئة النقابية إلى مراسلة الوزارة الوصية للمطالبة بالكشف عن خلفية هذه الاقتطاعات وأسبابها التقنية أو الإدارية. وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد شملت الاقتطاعات مبالغ متفاوتة وصلت في بعض الحالات إلى اقتطاع كامل الأجر، حيث وجد عدد من الموظفين أنفسهم دون راتب، أو الأمر الذي اعتبرته النقابات مساسا خطيرا بالاستقرار الاجتماعي لمهني الصحة. وأكدت المصادر ذاتها أن الحوار ما يزال متواصلا مع الجهات المختصة من أجل تحديد المسؤوليات ومعالجة الخلل، سواء كان تقنيا أو مرتبطا بإشكالات في التدبير المالي للمجموعة الصحية الترابية. كما شددت مصادر النقابية على أن أي اقتطاع مالي يجب أن يتم وفق المساطر القانونية وبطريقة تدريجية ومتفق عليها، محذرة من تداعية الاستمرار في هذه الإجراءات على مناخ الثقة داخل القطاع، ومطالبة بإرجاع المبالغ المقتطعة بشكل فوري ومعالجة الملف بقدر عالي من الشفافية والمسؤولية. شكرا على حسن المتابعة، دمتم في حفظ الله ورعايته.